أما البدعة فهي طريقة في الدين مخترعة يعني لم تكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تضاهي الشرعية أي تشابهها، يقصد بها المبالغة من التعبد أو في التعبد لله. إذن طريقة في الدين مخترعة يقصد بها أي بالسلوك فيها يعني بعملها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذه هي البدعة. وحتى تكون بدعة لابد أن تجمع ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يلتزم بها، أما إذا فعلها مرة هذه لا يقال عنها بدعة، هذا يقال خطأ، لم يوافق السنة، خالف السنة، لكن لا يقال بدعة حتى يلتزم بها، الالتزام. الأمر الثاني أنها مخترعة يعني ليست من دين الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن تضاهى بها الطريقة الشرعية. ولذلك هذا الضابط مهم جدا، وهو ضابط الالتزام كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي يفرق فيه الناس بين البدعة وبين مخالفة السنة. فالبدعة هي التزام هذا العمل.